تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لو اللعبة اللي عند بنتك مش لعبة؟ أنا محمود، واللي هتحكيه مش من خيالي، لكن يمكن يكون آخر حاجة تسمعها مني. بعد اللي حصل المرة اللي فاتت حاولت أهرب من البيت، لكن كل مرة كنت بوصل لباب الشقة وافتحه ألاقي نفسي واقف قدام أوضة ملك، زي فيلم بيتعاد، نفس المشهد، نفس اللحظة، حتى نفس النفس اللي بطلعه. حاولت أفتح الشباك ونط، لكن ورا الشباك ما كانش فيه شارع، كان فيه ممر طويل مليان بواب، وكل باب عليه نفس الرسمة، وش العروسة. في الليلة التالتة ملك جاتلي وهي ماسكة ورقة، الورقة مكتوب فيها بخط طفل صغير: لو عايز بنتك تعيش تعال عندي. سألتها مين اللي كتب الورقة، ابتسمت وقالت هي. وبصيت على ايديها، لقيت صباعين من ايديها شكلهم مش بشري، أطول من الطبيعي وبشرتهم رمادي باهت. قررت أعمل حاجة مجنونة، أحط العروسة في دايرة ملح وأقرأ قرآن زي ما علمني الشيخ سامي. لكن أول ما بدأت الدنيا اتقلبت، الحيطة ورايا اتفتحت وشفطتني أنا والعروسة. لقيت نفسي في مكان كله ضباب، والأرض مش أرض، كأنها مية سميكة، بس لما تمشي عليها تلاقيها بتغوص تحت رجلك. الأصوات حواليا كتير، أصوات أطفال بيضحكوا وناس بتصرخ وصوت ملك بينادي بابا ساعدني. المكان اللي كنت فيه كان قاعة ضخمة، على جدرانها متعلقة مئات العرايس، وكل عروسة ليها وش طفل مختلف. كل ما أبص كويس ألاقي الوش بيتحرك والعينين بتتابعني. في النص كانت عروستي، لكن أكبر بكتير، طولها بقى حوالي 2 متر، وجسمها شبه الإنسان، لكن راسها لسه راس العروسة. ابتسمت وقالت بصوت نسائي عميق: اتأخرت يا محمود. قالت لي إنها مش هتسيب ملك إلا لو اديتها بديل. سألتها: بديل إيه؟ قالت: حد من دمك، روحك أو روح حد قريب منك. وقبل ما رد ملك ظهرت، لكن مش ملك اللي عرفها، كانت ملك بعينين سودة وابتسامة شريرة، والعروسة واقفة وراها زي ظل. حاولت أجري، لكن كل ما أجري أرجع لنفس المكان، وبدأت العرايس اللي على الحيط تقع واحدة واحدة وتمشي ناحيتي. حركتها بطيئة، لكن أصوات خطواتها كانت بتهز الأرض. واحدة منهم مسكت إيدي وكنت هصرخ، لكن أول ما لمستني لقيت روحي بتتسحب، ورأيت صور حياتي كلها قدامي كأنهم بيشفطوا ذكرياتي. وفجأة لقيت الشيخ سامي بيشدني من إيدي ويصرخ: اقرأ ورايا. وبدأنا نقرأ مع بعض، وكل ما نقرأ الأرض حوالينا بتتشق، والعروسة بتصرخ، والعرايس التانية بتتحول لتراب. لكن قبل ما ارجع لعالمنا العروسة بصت لي وقالت: حتى لو هربت ملك بتاعتي. صحيت في بيتي، ملك نايمة في سريرها والعروسة مش موجودة. افتكرت اني خلصت، لكن لما بصيت في المراية شفت ورايا انعكاس العروسة وهي بتبتسم. أنا محمود، ولو شفت لعبة غريبة في بيتك ما تحاولش تتجاهلها، لأنها ممكن تكون مستنياك تلمسها عشان تفتح لها الباب. لو لسه سامع صوتي اعرف انك لسه بخير، لكن صدقني المرة الجاية يمكن ما تلحقش تسمع النهاية. اشترك في قناة بيت الرعب وفعل الجرس، لأن اللي جاي مش بس قصة، ده باب، وممكن تكون انت اللي هتفتحه.